خدعة واحدة هتخليك ترد على أي إهانة تتوجه لك، وهتخلي الشخص اللي قدامك قد كده وما يعرفش يرد عليك. من ضمن الأساليب اللي هتسكت الشخص اللي قدامك وتخليه مش عارف يرد نهائيا، وفي نفس الوقت تبقى هزقته وقلتله كل اللي انت عايزه، هو انك تتبع معاه اسلوب النصيحة. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت ضايقتني فانا عايزة ارد عليك، انا مش هتناقش معاك في الموضوع نفسه، انا هقولك على فكرة، انت لازم تبقى فاهم في حياتك اكتر من كده. انت في حاجات كتير بتتعامل فيها وخلاص من غير ما تبقى فاهم، وده كده هيضحك عليك بسهولة. انا هنا بقدمها لك على هيئة نصيحة، فكده كده اتحطيت في خانة ان كبيرة، واجبرتك ان انت تشوف ان انا كبيرة وكسبت النقاش، وفي نفس الوقت قلت لك كل التهزيء اللي انا عايزه اقوله لك في النص. هتبان للشخص اللي قدامك ان انت عايز توصفه ان هو غبي، وان هو ما بيفهمش، وان انت قللت منه. نفس الكلام بتعمله على حسب كل موقف. يعني لو حد عمال يقلل منك، انت ممكن بسهوله جدا تطلعه ان هو غبي، وان انت عمال تنصحه ان هو لازم يبقى واثق من نفسه، ولازم ما يقولش الكلام ده، وان الكلام ده بيبين ان هو مش واثق من نفسه خالص، وان انت خايف عليه، وتكسب النقاش كله في ثانية. ولو في حد عمل حاجات ضايقتك وعمال يتناقش معاك فيها وينكرها، ما ينفعش ان انت تقوله انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، لا، قوله انت ما كانش ينفع تعمل كذا، وما كانش ينفع تعمل كذا، وما كانش ينفع تعمل كذا. خلي بالك اللي انت بتعمله ده بيخلي ان يحصل كذا كذا كذا، لازم ان انت تبقى تعمل كذا.